الولايات المتحدة الأمريكية توجه تحذيرا شديد اللهجة للسودان بشأن تحقيق الأمن، فماذا قال حميدتي؟ أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان صحفي من العاصمة المصرية القاهرة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شدد خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة على أهمية الاتفاق الإطاري السوداني. وأشار المتحدث الرسمي نيد برايس حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر أن الوزير بلينكين والرئيس المصري أكد التزامهما القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر والتعاون في مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية. وقال البيان إن الوزير الأمريكي أشاد بالدور المهم الذي تقوم به مصر في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وناقش الجهود الجارية لتهدئة التوترات بين إسرائيل وفلسطين، مشيرا إلى أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء الانتخابات في ليبيا. وأكد بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية بلينكين شدد على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني. وعبر الوزير عن تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهتها للتأثير الاقتصادي للحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا، كما شدد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية في مصر، وكذلك لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي يدعم تنفيذه. كما ناقش الوزير الأمريكي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود تعزيز التعاون في مجالات الازدهار الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأمريكي، بينما شدد الوزير على أن العلاقات الثنائية تعزز من خلال التقدم في مجال حقوق الإنسان. وأكد بيان الخارجية الأمريكية تجديد الوزير الأمريكي بدعم الولايات المتحدة لقرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف. من ناحيته فاجأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول محمد حمدان دقلو حميدتي الشعب السوداني بأخبار جديدة وسارة حول آخر مستجدات الاتفاق الإطاري، والذي حمل في طياته التوصل لاتفاق في كثير من القضايا العالقة. وعقد قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي اجتماعا مع وفد من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بحضور قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة، وذلك استكمالا لمبادرته لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية دكتور سلمان صندل في تصريحات عقب الاجتماع التأمين على نسبة 95% التي تم الاتفاق حولها مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والاستمرار في المشاورات بين الطرفين ضمن مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة لتكملة ما تبقى من القضايا وصولا للتوقيع على الاتفاق الإطاري. وأوضح أن نائب رئيس مجلس السيادة طالب بحضور إعلاء الشأن الوطن والترفع عن الصغائر والأغراض الحزبية الضيقة، والنظر إلى ثورة الشعب السوداني الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحرية والسلام والعدالة. ونوه إلى أن الفريق أول دقلو شدد كذلك على أهمية استمرار الحوار واستكمال ما تبقى من قضايا لا تتجاوز 5%، وأنه ليس هناك منطق أو مبرر لإهدار هذا القدر من الاتفاق بين الأطراف، طالما أن هناك أكثر من 95% من القضايا تم الاتفاق بشأنها.